عليكم. انا طبعا مش عايز اطول. تقريبا كل الكلام حوالين الحاله اللي فيها مايكل واسباب وجوده في المكان اللي هو فيه، المكان اللي هو موجود فيه دلوقتي اتقالت، بس تقريبا في نقطتين غايه الاهميه لازم يبقوا بيوضحوا لكل الناس. النقطه الاولانيه انه مايكل ليس فقط يتم ظلمه الان من قبل المجلس العسكري ومن يدير البلاد سياسيا، ولكن ايضا اعتقد انه من قطاع كبير من يسمون نفسهم الثوار. حاله مايكل حاله شديد فريده جدا، وحاله اول ما بتحصل بتبقى شديده الخطوره علشان تقيس بجد هل الناس اللي خرجت دي مؤمنه بالحريه والديمقراطيه بجد، ولا مجرد ناس بتنادي بيها وهي مش فاهمه ايه هي المعاني الحقيقيه للحريه والديمقراطيه. مايكل حاله فريده لانه مايكل اتحبس وهو مختلف معاك في الراي. هل هتقدر انك تقف وتدافع بجد عن حد مختلف معاك في الراي وهو محبوس لانه بيدافع عن رايه او انه بيقول رايه؟ هو ده الاختبار الحقيقي اللي مايكل حط فيه كل الناس اللي حواليه، اذا كانوا شباب ثوار او نشطاء او مدافعين عن كل حد انه يعبر عن رايه ويقول رايه بحريه. اعتقد انه في كتير ما قدروش ان هم يعدوا الاختبار ده بنجاح، وده اللي حطينا في مأزق. انا كنت موجود مع مايكل بعد 25 في جهاز المخابرات الحربيه لما تم القبض عليا انا وعدد من زملائي، ورحنا هناك ولقينا مايكل موجود. اعتقد انه اشجع حد كان بيتكلم مع المسؤولين اللي بيحققوا او المحققين اللي بيحققوا معانا كان مايكل نبيل. واعتقد انه كان زمايلنا اللي بعضهم دلوقتي من اهم المدافعين عن الثوره والموجودين على الشاشات بيدافعوا عن الحريه والديمقراطيه كانوا متخاذلين جدا امام مواقف زي اللي بياخدها مايكل. النقطه الثانيه هي اللي ليها علاقه ب المجلس العسكري وانتقاد المجلس العسكري. كلنا عارفين ان مايكل محبوس دلوقتي موجود في السجن الحربي عشان انتقد المجلس العسكري، وانا بقول لو كان انتقاد المجلس العسكري تهمه فكلنا متهمون. وانا اول واحد بقول انه المجلس العسكري هو رائد الثوره المضاده وهو العائق الاول امام استكمال مهام ومشوار الثوره، وانه المجلس العسكري لا يريد ان يترك السلطه ويريد ان يستمر في السلطه، وان المجلس العسكري لن يخرج من السلطه الا بعمليه ثوريه اخرى تحتاج الى مزيد من من تضحيات الثوار ودمائهم. انتقاد المجلس العسكري هو من يدير البلاد سياسيا في هذه اللحظه، وبالتالي المجلس العسكري قابل للنقد والاختلاف. المجلس العسكري ليس بقرة مقدسة أخرى يخلقها المصريون بعد ثورة أبهرت العالم والعالم كله يتكلم عنها. المجلس العسكري عليه أن يتحمل كافة أخطائه في إدارته السياسية للبلاد، وبالتالي انتقاده ليس تهمة. ولكن عندما انتقدوا مايكل كان اشجع من انتقده، لكن لانه كان اول من انتقده. والنقطه الثانيه، عندما انتقدوا مايكل كان اختبار حقيقي للقوى الثوريه، هل ستدافع بحق عن من يختلف معك في الراي ويتم حبسه والان يضرب عن الطعام وحياته معرضه للخطر ولم يكن التضامن معاه كما يجب على الثوار ان يتضامنوا معه. مايكل عنده جلسه 14. استمرار مايكل 40 يوم ده للشخص العافي اللي عنده صحة بدنية وقوة بدنية عليه. الشخص العادي في الإضراب عن الطعام في الشقاء 30 يوم بيبقى فعلا مش قادر انه يكمل هذا الإضراب عن الطعام. مايكل فعلا حالته متأخرة. حينما تم اتهام فقط بعض زملائنا من الثوار بانتقاد المجلس العسكري وكده وتم تقديمهم للمحاكمة، يعني قامت الدنيا ولم تقعد. وبالتالي اعتقد انه علينا ان احنا نراجع نفسنا سريعا ونعود ل اعتقد الى المبادئ الحقيقه اللي احنا خرجنا عليها ثوره 25 يناير. عيش، حريه، كرامه انسانيه. لو احنا بجد مؤمنين بالحريه بمعناها الحقيقي في حق كل بني ادم ايا كان رايه انه يدافع عنه وانه يقوله، مش من حق اي حد انه يحجر على هذا الراي، يبقى علينا جميعا ان نقف وراء مايكل. اولا حتى يعامل معامله ادميه ونساعده لفك اضرابه عن الطعام حتى يعني نستطيع ان يكون بيننا قريبا. الحاجه الثانيه ان كلنا نبقى موجودين في الجلسه اللي اعتقد ان مهم جدا انه يظهر فيها وجه التضامن الحقيقي مع مايكل كما يستحقه مايكل نبيل. وشكرا.